في حاجات كتير قوي بنعملها في يومنا فاكرين ان هي حاجات عادية وبسيطة، ولكن للأسف ممكن يكون ليها تأثير كبير قوي على حياتنا واحنا مش واخدين بالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هقولك على الغلطات اللي بتدفع تمنها كل يوم من غير ما تحس، فركز معايا للآخر لأن الفيديو ده مهم. وخلينا نبدأ بأول خطأ على طول عشان ما نضيعش وقت. أول خطأ وهو التفكير في الماضي. عايش على ذكريات الماضي بقالك فترة كبيرة ومش عارف تتحرك من مكانك، عمال تفكر وتقول يا لو انا كنت عملت كده ما كانش حصل كده. الكلام ده كله ملهوش اي لازمة دلوقتي. لو كل اللي في الكرة الارضية اتجمعوا ان هم يرجعوا لك الماضي مش هيعرفوا. الثانية اللي بتروح حرفيا مش بترجع. احنا بنتعلم من الماضي، مش بنفضل نفكر فيه. لو عايز تصلح حاجة في الماضي ياريت تصلحها في المستقبل. تاني خطأ انت بتعمله وهو انك عايش بدون خطة. ما عندكش هدف وماشي وخلاص، ولا عارف انت رايح فين ولا جاي منين. بتنام طول اليوم زي ما انت عايز وتصحى تمسك الموبايل. والله في شغل بتروح، ما فيش شغل، اديك قاعد في البيت. ولا عندك هدف بتسعاله ولا عندك خطة ماشي عليها ولا اي حاجة. وانت كده بتدمر نفسك بنفسك، لان لازم يكون عندك رؤية واضحة. تالت خطأ انت بتعمله وهو المقارنة المستمرة. انت مش بتقارن نفسك بالناس بس، انت بتقارن نفسك بأفضل لحظات الناس. كل واحد وليه ظروفه، وانت لازم تكون افضل من نفسك امبارح مش افضل من الناس. المقارنة دي بتسلب منك السعادة بتاعتك. الخطأ الرابع اللي انت بتعمله وهو الفشل في إدارة الوقت. يومك كله ضايع في اللا شيء. لو وقتك ضايع يبقى مستقبلك ضايع وكل حاجة في حياتك ضايعة، لأن كل حاجة في حياتك عبارة عن وقت ودقايق. صدقني الثانية ليها تمن. ده الوقت اللي انت بتضيعه ده هتتسأل عنه يوم القيامة. خامس خطأ انت بتعمله وهو الاستسلام للفشل. قلتلك وهقولك ان مفيش نجاح بدون فشل. طول ما انت بتسعى على هدفك وبتسعى انك تنجح، خليك عارف ان الفشل ماشي معاك ومش هيسيبك. صدقني طول ما انت ما استسلمتش هتوصل، مفيش حل تاني. طول ما انت ماشي ومكمل وما استسلمتش، صدقني كده كده هتوصل. توماس اديسون مثلا مخترع المصباح الكهربائي. تخيل لو توماس اديسون ده استسلم وما اخترعش النور اللي بينور العالم كله، هيبقى العالم لحد دلوقتي ضلمة. انت متخيل؟ فاوعى تستسلم وانت بإذن الله هتوصل. سادس خطأ انت بتعمله وهو ارضاء الناس. صدقني دي اسخف حاجة ممكن تعملها في حياتك. صدقني ان انت مهما حاولت ترضي الناس مش هتعرف. هي طبيعة الناس كده، احنا بشر. مهما ترضي حد برضه مش هيبقى راضي عنك، لانك لو فضلت تقول له نعم وحاضر طول الوقت وجيت في مرة قلت له انا مش قادر اعمل كده او مش عايز اعمل كده، مش هيحبك وهيقلب عليك. كل واحد بتهمه مصلحته، فانت لازم تكون نمبر 1 عند نفسك. الناس لما حد بيموت وبيكون شاغلهم قوي بيتكلموا عليه، اول ما يموت ما بياخدش اسبوع وينسوه خالص. فانت لازم تنسى قصة الناس دي خالص وتركز في نفسك. الخطأ السابع اللي انت بتعمله وهو جلد الذات. بتغلط، كلنا بنغلط. اتعلم بقى من غلطك عشان ما تكرروش تاني. متفضلش طول الوقت تجلد في ذاتك وتفضل تقول انا اللي عملت كده وانا السبب وانا مش عارف ايه. لازم تتعاطف مع نفسك مش تكره نفسك. تامن خطأ بقى انت بتعمله وهو انك مستني الفرصة المناسبة او الوقت المناسب. وانا قلت لك في كذا فيديو ان مفيش حاجة اسمها الوقت المناسب، مفيش وقت مناسب. انا كنت فاتح قناة اليوتيوب دي بقالي حوالي 7 سنين او 8 سنين وما بدأتش فيها غير دلوقتي، وما كنتش لاقي وقت مناسب خالص، وكنت برضو مستني الوقت المناسب يجي وما جاش. فوقفت كل حاجة حواليا وقلت لازم أبدأ ولازم أنا اللي أعمل الوقت المناسب. لأني لو فضلت مستني إن الوقت المناسب يجي كان هيبقى عندي 30 سنة ولسه ما بدأتش برضو في قناة اليوتيوب دي. ما تستناش إن الدنيا تتهيأ لك.
كده هتموت مستني. فلازم تبدأ في اي حاجة عايز تبدأ فيها وبأسرع سرعة. تاسع خطأ انت بتعمله وهو التشتت وتعدد الأولويات. طول الوقت بتفكر انك عايز تشتغل على 100 حاجة مرة واحدة، وعمال تعمل في جداول وتعمل خطط وتعلق جداول وما بتلتزمش بأي حاجة من دول. انا اعرف ناس حرفيا ما بيعملوش حاجة في حياتهم غير ان هم بيخططوا بس. زي ما بتخطط لازم تلتزم بالخطة. ولو انت شخص متعدد الشغف ارجع اتفرج على الحلقة بتاعت تعدد الشغف. الخطأ العاشر اللي انت بتعمله، مش عارف انا قلت الرقم صح ولا لأ، بس اتمنى اكون قلت صح. الخطأ اللي بعد كده وهو حب الراحة. حابب تبقى في منطقة الراحة دايما، عندك اهداف وطموحات وكل حاجة وعايز تحقق، بس للأسف انت بتحب كده، انت بتحب تقعد في البيت ومتعملش اي حاجة وتفضل تتفرج على افلام وتسكرول على التليفون وهكذا. عايز تعيش الحياة اللي انت عايزها بس من غير ما تتحرك من مكانك. لازم تطلع برا منطقة الراحة. طول ما انت في منطقة الراحة مش هتنجح. لازم تضغط وتقسى على نفسك في الأول عشان توصل. ومن أكبر الغلطات اللي انت بتعملها في حياتك انك في سن العشرينات مقضيها سهرات وخروجات ولبس وصور، ومقضيها طول الوقت رفاهيات، وفاكر ان سن العشرينات ده هو سن الاستمتاع بالحياة. بالعكس، ان السن ده اهم سن في حياتك، والسن ده هو سن البناء. لو تعبت في السن ده هتبقى مستريح بقية حياتك، ولو استريحت في السن ده هتتعب بقية حياتك وعايش في وهم وجو صحابي ومش عارف ايه وبتاع. صدقني السن ده يعني خليني اقولك 90% من الصحاب اللي موجودين حواليك مش حقيقيين. مش حقيقيين لانه القدر رماهم قدامك فانت خدتهم صحابك، لانك ما جربتش في مرة تختبرهم هم صحاب حقيقيين ولا لا، فانت بتضيع وقتك معاهم على الفاضي. السن ده فيه طاقة جبارة. بعد ما تعدي السن ده طاقتك هتقل وهتكتشف ان انت ضيعت وقتك وضيعت صحتك في الفاضي، وساعتها تعرف الحقيقة وهيبقى عندك وعي بالحياة بس بعد فوات الأوان. فأرجوك وانت في سن العشرينات خلي بالك من نفسك والحق نفسك وما تمشيش ورا شهواتك. تصرف صح قبل ما عمرك يضيع، وادي الأولوية لنفسك. ما تفضلش أي حد تصاحبه وتديله حب ومكان عندك وخلاص. مش عارف أقنعك إزاي إن الرحلة فردية وإن الحرب دي بتاعتك لوحدك. لازم تحدد أهدافك وتشتغل عليها من غير تسويف ومن غير ما تضيع وقتك، وتشتغل وإنت مش متحفز وتستمر. راقب نفسك وحياتك واعرف إنك لو وصلت هتبقى فين، ولو ما وصلتش هتبقى فين. الحياة بتمر ومش بتستنى حد. استفيد بكل دقيقة ان هي تقربك لهدفك. احمد ربنا انك عرفت المعلومات دي بدري وخدتها على الجاهز. في ناس عرفت الكلام ده بعد ما جابوا سن 40 وسن 50. عندك فرص كتير ما تضيعهاش وانقذ نفسك. وبس كده، وبكده الفيديو يكون خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.